هو ليه لازم تشيل فيشة الكهرباء أول ما الكهرباء تقطع؟ ناس كتير جدا أول ما الكهرباء بتقطع بتشيل فيشة الكهرباء علشان تحميها. هل ده صح ولا غلط؟ وإيه اللي المفروض نعمله لما الكهرباء تقطع؟ هل فعلا نشيل الفيشة ولا نسيبها محطوطة؟ طبعا الكهرباء لما بتقطع ده ما بيأثرش على التلاجة، هي برضو بتفصل في الكهرباء أكنك شلت الفيشة. المشكلة المهمة جدا هي في رجوع الكهرباء. لما الكهرباء بترجع، يا إما بترجع وتفصل وترجع وتفصل في نفس اللحظة، ده غلط جدا على الموتور ان هو او كمان الثلاجات اللي هي بتشتغل بلوحة الكترونية يكون فيها كارتة بتكون مكونات بسيطة جدا ما بتستحملش الصدمة بتاع الكهرباء ان هي تشتغل وتفصل، او تكون فاصلة تشتغل مرة واحدة عادي لكن تفصل وتشتغل تاني. ده غلط جدا، ممكن يسبب تلف في الثلاجة او في موتور الثلاجة او في البتاع، وكمان شاشة التلفزيون واي اجهزة تانية ممكن يسبب الفصل والتشغيل، حرق او احتراق الموتور بتاع الجهاز او اللوحه الالكترونيه ممكن تحترق. بعض الاجهزه بيكون فيها فيوز حمايه من الكهرباء ممكن يتحرق ويتغير، وبعض الاجهزه التانية ما بيكونش فيه حمايه والتكلفه بتبقى عاليه جدا. يعني شيل الفيشه امر كويس مش وحش. طيب نرجعها لما الكهرباء تشتغل؟ لا طبعا. كمان سبب تاني من ان احنا لازم نشيل فيشه الكهرباء او نفصل الكهرباء، في ان الكهرباء ممكن تيجي عاليه. يعني الكهرباء بدل ما ترجع 220 فولت طبيعي او حتى 225 او 230 او 190 او 200 او 210 اللي هو الاقل او اكتر حاجه بسيطه عشان ما تسببش مشكله في الثلاجه، لا ده ممكن ترجع 300 وبعدين تبدا تنزل كده ايه على طول، وده غلط جدا. بيكون كهرباء اعلى من الجهاز ما يقدرش يستحمل كهرباء عاليه ديت، فممكن يطير الجهاز لو كهرباء عاليه جدا وممكن يبوظها. فبنستنى 5 دقائق لما الكهرباء تستقر معانا وتشغلها. حتى احنا ممكن نلاحظها في اضاءه اللمبه، ممكن نلاقيها اول ما تشتغل بتبقى عاليه جدا، وممكن نلاحظها في المروحه اول ما الكهرباء تشتغل بنلاقي سرعتها عاليه جدا. لكن الاجهزه دي ما بتاثرش فيها، اللي بتاثر فيها اكتر الاجهزه الالكترونيه اللي هي فيها لوحة تحكم او كارتة او بوردة، وكمان الاجهزة اللي بتستهلك كهرباء كتير، الموتور الكبير او موتور التلاجة، الاجهزة دي كلها بتأثر فيها وبتبان فيها. طيب انا مش في البيت او نايم او اي حاجة، هعمل ايه؟ ده بيكون في جهاز حماية، ده بيركب في العداد. الكهرباء لو عالية ما يشغلش التلاجة الا لما الكهرباء تستقر، وكمان الكهرباء لو فصلت ما بيشغلش الجهاز غير بعد 5 دقايق او الفتره اللي انت بترجع فيها. وكلمنا على جهاز الحمايه دوت وسعره وكل المواصفات بتاعته في فيديو قبل كده.